يا راكبا في رحلة الحياة كتبت هنا كل اللي انا عاوزه اعمله في يومي. تظن أنها قصيرة مذهلة، حلاوه ما شاء الله. فكم من راكب أراد وجهة لينتهي به الطريق مقفلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا صباح الخير، ورجعت لكم بيوم جديد وفلوج جديد. واخيرا، ومع العلم ان انا الفيديو ده حرفيا مش مخططه له خالص، وده على غير العادي لاني دايما ببقى مرتبه قبلها بيوم كل اللي هصوره. بس زي ما انتم عارفين بقالي فتره مش بنزل خالص، ومع اني ما كنتش اقصد الغيبه دي، بس حرفيا كنت مصوره لكم في امتحانات الشهر فيديو ولا اروع. كمان كنت منتجاه بس بالغلط مسحته، زي ما انتم عارفين نزلت لكم في ستوري انستا، وكمان نزلت لكم هنا، ومن ساعتها وانا مكسره اصور غيره. كل يوم بقعد اقول هصور بكره باذن الله علشان بكره يبقى مناسب اكتر والفيديو كمان يطلع احلى ومترتب، ولكن مفيش حاجه اسمها وقت مناسب، وده اللي انا ادركته من ساعتها. لانك حرفيا لو استنيت الوقت المناسب ده انت هتقعد كل يوم مش تعمل اي حاجه، وده فعلا اللي حصل معايا، ومن ساعتها وانا مأجله الفيديو الجديد. فيا جماعه لو انتوا عايزين تعملوا اي حاجه قوموا ابدأوا فيها على طول. فالنهارده انا مكنتش مخططه اني اصور اي حاجه، ولكن كان عندي طاقه ان انا اصور، فتوكلت على الله، حطيت الكاميرا وبدات. فانا وانتم هنروح ونتفاجئ ونشوف ايه اللي هيحصل النهارده. عندي النهارده درس عربي ودرس انجليزي، فهو ده حرفيا هيبقى محور اليوم، يعني ده الحاجه الوحيده اللي انا واثقه انها هتحصل النهارده. كتبت هنا كل اللي انا عاوزه اعمله في يومي. يعني حددت ان انا عندي درس عربي ودرس انجليزي، ومحتاجه احضر شويه لدرس العربي. المستر بتاعنا بيحل معانا قطع ونصوص ونحو وكده يعني، فبنقعد نتناقش، فهو بيقول لنا حضروها قبل ما نروح. فبس كل اللي انا هعمله دلوقتي ان انا هقوم افطر واحضر شويه لدرس العربي، واحل شويه حاجات يعني فيه عشان ابقى رايحه دماغي جاهزه شويه ان انا اتناقش معاه. وكمان عايزه اقول لكم ان انا اصلا ما كنتش مخططه ان انا اصور اول حاجه فلوج وانزله لكم على القناه بصوتي، بس انا كنت مخططه ان انا اصور فيديو اسئله واجوبه. حرفيا انا صورته امبارح، بس هو كان طويل حوالي مثلا 25 دقيقه، فمحتاج مونتاج اطول شويه، فما كنتش عاوزه اغيب عليكم، فخلاص هنزل لكم الفلوج ده الاول يبقى حاجه خفيفه لطيفه تستمتعوا بيها. فقبل ما نبدا متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وهستنى تعليقاتكم الحلوه كلها اللي شبهكم برد عليها كلها. وبس خلونا نروح دلوقتي نشوف ايه اللي هيحصل في اليوم.
هذه الأزمة التي يحياها العالم كله والمسلمون طبعا من ضمن، أقول لكل موحد: ثق أن رب العباد سبحانه وتعالى سيجعل بعد عسر يسرا وسيفك الكرب. بس في نقطة: اوعى نكون إياك أن نكون كأصحاب السفينة، إن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما نجاهم إلى البر إذا هم بربهم يشعرون. إياك نكون من هؤلاء، لا، إحنا ناس نعد مع الله ولا نخلف، ونفتح صفحة جديدة من الإيمان، ولنعلم أن الذي ينفعنا بعد إيماننا هو ثقتنا برب العباد سبحانه وتعالى، واعتمادنا بعد الله على أنفسنا وعلى أبنائنا وعلى خبراتنا وهذه الأوطان التي تحبنا ونحبها في جميع أرجاء العالم الإسلامي. لنثق أن رحمة الله قريب من المحسنين، وأن الأمل قادم، وأن الكرب زائل، ولا بد أن نعيش بالأمل. شوفوا لي الحلاوة ما شاء الله. تسقيفة بقى، تسقيفة. هعلم على كل اللي خلصته النهارده. الحمد لله. الساعة دلوقتي 8:10. العشاء بتصلى بره دلوقتي. رجعت من الدرس المغرب، اتغديت وبعدين قعدت امنتج لكم في الفيديو ده، ومنتجت شويه كمان في فيديو الاسئله والاجوبه عشان ما اتاخرش عليكم. بس غالبا يعني هنزل الفيديو ده دلوقتي او بكره باذن الله، وكده يعتبر اكون وصلت لنهايه الفيديو. بس ان شاء الله ده مش هيكون نهايه اليوم، لسه عاوزه اخلص شويه من الحاجات المتراكمه عليا في الفيزياء والكيمياء. ممكن اسمع محاضره او على الاقل اخد اللي اقدر عليه عشان ما اكسلش واقدر الم شويه من المتراكم، علشان ما تركمش عليا حاجات اكتر. وانتم كمان لو عليكم حاجه متراكمه خدوها واحده واحده، وباذن الله ربنا يوفقكم وتخلصوها كلها. وبس ده كان فيديو النهارده، يا رب تكونوا حبيتوه. حسيت الفيديو خفيف لطيف كده ينزل لكم بسرعه عشان ما اتاخرش عليكم اكتر من كده. قولوا لي لو حبيتوه، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واكتبوا تعليق حلو شبهكم، وان شاء الله هرد عليكم. بحبكم، والى اللقاء في فيديو جديد.